ما انا لازم افهم الاول مين هو العميل عشان اعرف اعمل معاه ايه من دول. ليه في معظم الفيديوهات بتركز على السوشيال ستايل وانماط العملاء، والموضوع ده فارق قوي كده في البيع؟ أنا مش فارق، ده انا بعتبره مفترق الطرق في البيع. انا دايما فيديوهات كتير فعلا بتكلم عن السوشيال ستايلز لسبب مهم جدا. يعني حتى انا اتكلمت معاك النهارده في حاجه اسمها ادابتيف سيلينج. ما هو عنوان الادابتيف سيلينج ان انت بتكيف البيع على حسب الشخص. انت عارف احنا لو شلنا السوشيال ستايلز من البيع وتجاهلنا انماط العملاء المختلفه هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا هاجي اشرح لك في التريننج واقول لك ايه، يا روان انا عايزك تعملي ايس بريك، عايزك تجاملي شريف، فشريف شخصيه لما تتجامل هيفرح منك وبتاع. فتيجي تطبقي الكلام ده لو انت مش واخده بقى سوشيال ستايل. جيت تجامل شريف، قلت له ان شاء الله يا فندم يومك يكون جميل ان شاء الله يا فندم، قفلك وقال لك معلش انا ما عنديش وقت ادخل في الموضوع. طب انت ليه ما جيتش بالمجامله؟ ما انا قبل ما اشرح لك ان انت تجامل او تكسر حواجز او تتكلم بشكل عقلاني او تبيع فيتشرز او تستفيض في شرح المنتج او ان انت تبيعه بشكل ايموشنال يلمس البينيفيتس او تطمن العميل منه، ما انا لازم افهم الاول مين هو العميل عشان اعرف اعمل معاه ايه من دول. فانا بشوف ان انماط الشخصيات بتاعه العملاء هي اللي بتحدد طريقه البيع. في واحد بيع له في دقيقه، في واحد بيع له في 10، في واحد ببيع له عشان خايف ان هو يشتري فعارف اطمنه ازاي، في واحد قلبه جامد ومش فارق معاه، في واحد ايموشنال جدا يحب الستوري تيلينج والضحك معاه والهزار، في واحد عملي وعقلاني جدا جدا فمش فارقه معاه القصه دي. طب انا قبل ما اشرح لك بقى ادوات السيلز تعمل ازاي، اول سيشن بديه في اي كورس مبيعات، اول حاجه دايما سوشيال ستايل الاول، تعال نفهم الناس كده ونقسمهم ونعرفهم عشان نأدبت نفسنا عليهم في اللي جاي كله، علشان يقعد هو بنفسه بعد كده يجي يقول لي ايه، يقول لي على فكره يا دكتور السؤال الليدنج ده ما ينفعش اساله للدرايفر هيتضايق، اقول له برافو عليك اديك فهمت لوحدك اهو. يبقى مش كل اللي بتاخده من ادوات ينفع مع كل الناس. فالموضوع مهم جدا بالنسبه لي السوشيال ستايل.